السلام عليكم. معكم قناة ميري موتيف. مرحبا بكم. السمية ديال القناة ديالي فهي فيها جوج ديال يعني ديال الكلمات، فيها ميري وفيها موتيف. مزيان. الوغ ميري هي سميتي مريم، قسمتها وخديت فقط داك الاول ميري داكا. و موتيف سيتادير موتيفاسيون، لا موتيفاسيون، التحفيز. هاد الكلمه هذه اللي كاع الناس في حياتهم الا ما كانتش عندهم فكيضطروا انهم كيرجعوا للور، كيضطروا انهم ما كيديروا والو في حياتهم. مزيان. حنا غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي بزاف منا كيعانيو منه، بزاف الناس كيعانيو منه، ولا نقدر نقول الكاملين، الناس كاملين بعض المرات كنحسوا بالضياع، التشتت، ما كنعرفوش منين نبداو ومنين نساليو. داكشي علاش جيتكم بهذا الموضوع ديال اليوم، اللي هو كيفاش نلقى راسي وكيفاش نحط رجليا في الطريق الصحيح باش نبدا حياتي ان شاء الله اللي غادي تكون مزهره ومزدهره ومليئه بالنجاحات ان شاء الله وبحول الله. اذا كل شيء منك، كل شيء من العزيمه ديالك، من الاراده ديالك فقط. غادي تجمع معنا راسك وغادي توقد ان شاء الله. هاد الهضره هادي راه كلنا كنبغيو نسمعوها. يعني الانسان ولا نقولوا النجاح راه قرار. اول حاجه باش كنبداو باش ننجحوا راه اولا خاصنا نقولوا حنا بغينا ننجحوا، بغينا نتغيروا. مال فلان دار هادي، مال فلان دار هادي، مال فلان باش احسن منا. راه ما احسن منا بتا شي حاجه، راه ما احسن منك انت بالضبط اللي كتصنت ليا في هذا الاوديو، ما احسن منك بوالو. مال فلانه تبارك الله عليها كتنقي دارها، كتصايبها، كدير وكدير كدير الشهوات لوليداتها، وهي مازال كدير واحد العمل حر ديالها. علاه مالها هي ومالي انا؟ يعني حنا كاملين في نفس الوضع، حنا كاملين عندنا الظروف المناسبه باش نبداو اي حاجه بغيناها وكنمشيو على حساب كما قلنا الظروف ديالنا. يعني انا نكيف الظروف ديالي باش تعاونني انني نوصل داكشي اللي بغيت، ماشي ندير الظروف ديالي كحاجز قدامي. ماشي مثلا نقولي هذاك ناجح لان متوفرين ليه الظروف، هذاك كيحفظ القران لان متوفرين ليه الظروف، هذاك لا 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 لا. هذا الكلام كلام خاطئ جدا وما عنده حتى شي علاقه بالنجاح، ما عنده حتى شي علاقه بالانجاز. لان هذا الكلام سمعته انايا شخصيا، اللي كنت كنتناقش مع شي ناس وقالوا لي باللي الانسان، داك الانسان الناجح راه متوفر ليه الظروف، كيما استطاع ينجح من الظروف ديالو، حتى انا الظروف ديالي نستطيع ننجح منهم. وفي هذه الحاله بالنسبه للناس اللي كيشوفوا راسهم، يعني حيتاش كما قلنا كنتفرج في فيديو تحفيزي فكان نكون مطرطق بالحماس والطاقه، ولكن اون فوا نجي باش ندير الاعمال ديالي فكنلقى راسي في واحد الدوامه اللي ما بعدها دوامه. كنلقى راسي بزاف ديال الحاجات كيتسناوني، لذا الدماغ ديالنا كيفضل انه يرجع لبلاصتو ويتكا ويقول يعني بحال لا استسلم. هنايا غادي نقول لكم الناس اللي التفكير ديالهم هكا غادي يستسلموا وغادي يرجعوا للور وغادي يرجعوا لبلايصهم شادين التليفون و كيبقاو طالعين هابطين، فسيروا الله يكمل عليكم. ولكن الناس اللي باغيين يتبدلوا، اللي باغيين يتغيروا، باغيين يوصلوا لداك الشيء اللي كيحلموا به، الناس اللي باغيين يطوروا من راسهم، كنقول لكم ربطوا معنا الاحزمه ديال الامان ديالكم وتفضلوا معنا باش نكملوا ان شاء الله الطريقه ديالنا. ولكن التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق. راه ما يمكنش انت كتصنت وما كدير حتى شي خطوه ولو غير شويه باش تطبق. لا، وطبق وشوف النتائج. ماشي انا ما كنطبق والو، كنتصنت وما كنطبقش، راه بحال ما كندير والو. ان تضيع فقط وقتك في هذا التصنات هذا وفي هذا لي فيديو. مزيان. اذا قلنا بالنسبه للناس اللي غادي يكملوا في طريقهم اشنو غادي يطرى لكم؟ غادي ان شاء الله تكونوا حطيتوا رجليكم على اول درجه من سلم النجاح. مزيان. يلا نبداو ان شاء الله ونشوفوا الخطوات اللي خاصنا نديروهم باش ان شاء الله نبدلوا من راسنا وان شاء الله نطوروا من راسنا ونجريو على هذا الكسل والعجز اللي خانقنا في حياتنا وما خليناش نديروا حتى شي حاجه. اول حاجه الا كنتي متكي نوض جلس، وإلا كنتي واقف جلس، وإلا كنتي في بلاصه مرونه سير في الدار كامله وقلب على بلاصه نقيه جلس فيها، ولا غير رتبها وجلس فيها وخذ ورقه وستيلو وتصنت ليا مزيان.
واضح؟ لان واحد الحاجه بين قوسين، الورقه والستيلو اشنو كدير؟ كتخوي لينا الدماغ، ما كنبقاوش مستريسيين، كنخويو داكشي اللي بغينا اللي عندنا في عقلنا كنخويه وكنكتبوه. اشنو كيطرى؟ فداكشي كامل اللي مستريسينا في عقلنا فهو دابا على الورقه. مزيان، اذا قلنا الخطوه الاولى اللي غادي نديرو هي اننا غادي ناخدو الورقه والستيلو ديالنا وغادي نكتبو المهام اللي مبرزطاني في حياتي. اشنو داك النهار هذاك، شنو الحاجه، شنو هو المهام اللي عندي، اشنو يعني. كنتمنى مثلا نكون عندي واحد مثلا مصباح علاء الدين ومثلا نمسحه ويخرج عندي داك الجني ونقول ليه دير لي هادي وهادي 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 وهادي. اذا هذيك الورقه هي داك الجني، غادي تاخذها وغتكتب غنعجن، غنطيب، غنغسل الماعن، غندير هادي، غنقري وليداتي، نبحث على دورات باش نزيد الكليان ديالي بالنسبه للناس اللي خدامين. الطالب خاصني نحفظ هاد الماده ونحفظ هاد الماده ونحفظ هاد الماده، عندي الامتحان نهار فلان فلاني. اذا اي حاجه مبرصاك في دماغك غادي تاخذها وتكتبها على ديك الورقه، وهذيك اول خطوه اللي ان شاء الله غادي نزيدو بها لقدام ان شاء الله. واحد الحاجه واحده اخرى، خاصك تكون صريح مع راسك. انا كسول، انا مكلخ، انا مثلا معجاز، انا مرون. قول داكشي، كون صريح مع راسك، واخا تكذب على الناس كاملين، كون صريح مع راسك فقط. صافي، صريح مع راسك فقط ومع الله سبحانه وتعالى، حيت الا كنتي صريح مع راسك سيتادير انك يعني كتستشعر المراقبه ديال الله سبحانه وتعالى. اذا نمشيو وغادي نقولوا اننا في هذه الخطوه الاولى خاصني نكون، وفي الاخير ديال ديك الورقه ديال المهام خاصني نكتب انني قادر على التغيير، انني قادر نتغير، انني قادر نوصل داكشي اللي ما وصلتش ليه. مفهوم؟ اذا نمشيو للخطوه الثانيه. الخطوه الاولى واضحه، الخطوه الثانيه شوف شنو تابعك. كما قلت شوف المهام راك كتبتيهم. ثاني خطوه غادي نشوف اشنا هو المهام اللي خاصني ولا بد نديرو في داك النهار، ولا بدا يعني ضروري منه خاصني نديرو. عاوتاني غنفلتري، غنغربل، غادي نحط المهام المهمه جدا اللي خاصني ولا بدا نديرهم، حيت طبعا انت ماشي سوبرمان ولا سوبر وومن باش دير كل شيء في نهار واحد. مزيان، اذا كما قلنا كل واحد في جهه ديالو، يعني انا ما غاديش نقول لكم ها شنو غديروا، راه كل واحد عارف راسو، راه فقط العجز اللي قاتلنا. ثالث مرحله هي انك غتعتبر، هذه مهمه بزاف، غتعتبر كل نهار فرصه جديده لك، كل نهار فرصه جديده لك، وكل نهار تيضيع من حياتنا فراه ماشي غير نهار وداز، فراه نهار من عمرنا كيدوز، فراه نهار من تحقيق اهدافنا كيدوز، فراه نهار من تحسين صحتنا كيدوز، فراه نهار من اننا نطوروا وليداتنا كيدوز. يعني ما تعتبرش داك النهار، كونوا شويه ذكياء، كونوا اذكياء، راه ماشي النهار، راه ماشي 24 ساعه والصباح والليل وهذا، وراه النهار راه عمر، راه النهار والدقيقه والساعه راه عمرنا هذاك اللي كيفوت. شنو درنا فيه؟ انا في الاخر ديال داك النهار خاصني نعرف شنو درت في داك النهار، واش غير داز هكاك ولا درت فيه شي انجاز، ولا يعني كونوا اذكياء وكونوا يعني نكونوا واقعيين في الحياه ديالنا. ماشي واخا انت كشوي بما دوز هذا وسط النهار، انت كشوي بما دوز هذه العشيه، لا راه ما خاصش داك وسط النهار وديك العشيه دوز غير هكاك. واش فهمتوا؟ اذا كيف ما كنشوفوا شحال من واحد ما دركش مازال النهار الثاني، شحال من واحد ما دركش العام الجاي، تيقول حتى العام الجاي وندير الباك ليبر. وشكون ضمنك انك غتجلس حتى العام الجاي؟ وشكون ضمنك حتى انك غتجلس الدقيقه الجايه؟ اذا كونوا كونوا واقعيين وكونوا فايقين وكونوا ناضيين، وعرفوا انكم داك النهار بوحدو اللي ديالكم، لا اللي داز ديالنا حيت ما عرف مهم صافي داز، ما سواء درنا فيه سواء ما درناش فيه راه داز، لا اللي جاي ديالنا حيت ما عارفينش اصلا واش حنا غادي نكونوا تما، واش غادي يجي بعدا هو الاول. واش فهمتوا؟ اذا بنادم غير يشوف غير بجنابو، يدور غير بجنابو، يشوف الناس شحال من واحد مشاو ما دار حتى شي حاجه، شحال من واحد مشاو هو كيطمح مازال يدير، غندير. وهذه ماشي دعوه للتشاؤم، ولكن دعوه للواقعيه، ودعوه اننا خاصني النهار اللي عندي
ما نضيعوش هذا النهار اللي عندي هذا، ما خاصوش يضيع، خاصني ندير فيه انجازات، خاصني ندير فيه شي حاجه، خاصني نحقق فيه شي حاجه، خاصني نذكر فيه الله سبحانه وتعالى القدر، يعني اكبر قدر ممكن، خاصني نقرا فيه الورد ديالي، خاصني نصلي فيه صلاتي، خاصني يعني ندير فيه شي حاجه اللي غادي تزيد بيا لقدام، شي حاجه اللي غادي تنفعني دينا ودنيا. يلا هاد الهضره هادي راه كندوي من قلبي بكل حرقه، لان فعلا هاد الشيء راه كيضر في الخاطر، لان الناس ما عندهم قيمه، ما عندهم ماشي ما عندهم قيمه، ما عندهم غرض في النهار. واش فهمتوا؟ والخطوه الاخيره بغيتك تعرف وبغيتك تعرفي ان الحياه راه ما فيهاش الكمال، باش نكونوا يعني تعرف راسك باللي حيت في الاخر مثلا ديال النهار انت مثلا كربة بيت، هي اصلا كسوله ومعكازه، ولكن داك النهار شنو دارت؟ مشات مسحات الغبره ديالها، مسحات الغبره ديال الدار ديالها، مسحات السراجم ديالها، رشات معطير وسيقات، طيبات الغدا، طيبات الخبز في الدار، وفي الاخر ديال النهار كتشوف وحدين اخرين ما عرفت شنو داروا، هبطوا الدار كامله وما عرفت شنو داروا ليها ياك، وتقول لك انا ما درت والو. العكس، راه انجاز هذاك، راه انجاز. عرفتي شنو هو انجاز؟ تكون في واحد الحاله وتطور شويه، راه انجاز هذاك. ولا مثلا واحد الشخص كيخدم وداك النهار مثلا عنده التجاره الالكترونيه ودار مثلا 5 الاشهارات، مثلا لح في الفيسبوك 5 ديال لي زانونس، وهو اصلا ما كاينلو حتى شي حاجه، عنده سلعه وما كاينلو والو. لا ما تشوفش الناس اللي حققوا مبيعات، لا، راه انت درتي انجاز انك درتي 5 ديال لي زانونس في الفيسبوك، راه انجاز هذاك. العكس غادي تنعس وغترتاح وغتقول الحمد لله راني حققت نجاح الحمد لله، وغدا ان شاء الله غادي نسعى نحقق اكثر، وهكا خطوه بخطوه، شويه بشويه، شويه بشويه، حيت راه كما تيقولوا راه الخدمه راه ماشي النهار الاول خدمت غنحصل على النتائج، لا، راه كنخدم النهار الاول ما كنحصل على والو، نخدم النهار الثاني ما كنحصل على والو، نخدم الاسبوع الاول كله ما كنحصل على والو، نخدم من الاسبوع الثاني كله ما كنحصل على والو. يقدر مثلا النتيجه نشدها في اخر الشهر، مثلا درت 5 ديال لي زانونس كل نهار في الفيسبوك ياك لمده شهر، ما عمرو جاتني شي مبيعه، حتى نهار 30 في الشهر بديت من نهار واحد حتى نهار 30 في الشهر عاد حصلت على مبيعه، راه انجاز هذاك. حيت ما يكون ما نطيش وما درتيش دوك الخطوات لمده شهر راه ما غادي تجيبش مبيعه. واش فهمتي؟ يعني هذا غير فقط من باب غير التمثيل والتشبيه، فهمتوا؟ اما كل واحد يدير يعني يقيس حياته، يعني يقيس النجاحات ديالو على حساب حياته، على حساب ظروفه، لان الله سبحانه وتعالى ما عمرو كيضيع المجهود ديال شي واحد. شوفوا غير الناس مثلا، الناس في اوروبا وفي الدول الاسيويه كيخدموا، واش الله سبحانه وتعالى مضيعهم؟ واش مثلا كيخدموا فقيرين؟ لا، كيخدموا والله سبحانه وتعالى راه كافئهم، لانهم كيسعاو، لانهم كيبحثوا، لانهم كيديروا مجهود، فهمتوا؟ كذلك حنايا الا درنا مجهود راه غادي نربحوا، اكيد 100% غادي نربحوا. وسمحوا لي كثرت عليكم، لان فعلا هذا الموضوع هذا راه كيحرقني، وهذا الموضوع هذا راه محتاجه حتى انا، راه ماشي غير نتوما، كاملين محتاجين لهذه المواضيع. اذا في الاخر ديال الفيديو كنقول لكم تحرك، حاول، وكن دائما انت النسخه الافضل من راسك. وتذكر، تفكروا مزيان، راه الفرصه ديالك راه ماشي غدا، لا، اليوم. الا سمعتي هذا الفيديو ولا سمعتي هذا البودكاست غتنوض هاد الوقيته هذه، غتنوض في هاد الدقيقه هذه وغادي تحاول وغادي توصل، لانني اكيده من هذا الشيء اللي تنقول. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.